السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بيكم حلقة جديدة. دي الحلقة الخامسة من ذا سكاوت. أنا عارف الحلقة اللي فاتت جابت 3 مشاهدات بس أنا مكمل برضو عادي، مفيش أي مشكلة خالص. دي الحلقة الخامسة. الناس اللي بتسأل أنت ليه ما بتصورش، أنا الوضع دلوقتي لا يسمح بالتصوير عندي. أنا مش قادر أصور، يعني مفيش عندي مكان كويس أقدر أنا أصور فيه واخد راحتي في التصوير فيه. فأنا حاليا أفضل حاجة ليا النظام ده، نظام الصوتي مش أكتر. النهارده هنتكلم عن سبورتنج لشبونه. انا كنت كتبت قبل كده على الانستجرام ان انا بعمل تغطيه ل7 دوريات، بس في وسط من الدوريات دي واقفه انا قررت ان انا افتح ملخصات الدوري البرتغالي كده واشوف سبورتنج لشبونه عامله ايه. اكتشفت ان سبورتنج لشبونه مؤخرا هي ادارتها تتحط من احسن 5 ادارات لانديه في اوروبا ان لم يكن في العالم. خلينا اشرح لك القصه. كلنا عارفين ان جيوكيريس اتباع من سبورتنج لشبونه مقابل 68 مليون يورو لنادي ارسنال. ده قيمه الصفقه التقريبيه المنتشره تقريبا على ترانسفير ماركت. طيب عملوا ايه قبلها؟ بعد ما مشي اموريم راح لمانشستر يونايتد، اتعاقدوا مع مدرب كويس جدا حاليا هو موجود، اللي هو جاي من فيتوريا جيماريش، اسمه روي بورجس تقريبا، او لو انا مش فاكر اسمه يعني بصراحه. بس الراجل كان عامل اداء لطيف مع فيتوريا جيماريش، بعد كده راح سبورتنج لشبونه. ولكن الاهم من ده ان لما بدا يطلع ان يا جماعه جيوكريس ماشي بعد ما بيسجل 600 جون في الدوري البرتغالي، جابوا لعيب اسمه هاردر، كورنارد هاردر، جابوه من نورد زيلاند من الدنمارك، فريق نورشيلاند او نورد زيلاند ايا كان انت بتنطقها ايه. كنا اتكلمنا عليه قبل كده برضو بوستات، ممكن ترجعوا لها على الفيسبوك عندي. ان اللعيب ده جابوه عشان يبداوا يحضروه ان هو يبقى بديل جيوكيريس، وجيوكيريس اتباع على ارسنال. هل سكتوا؟ لا، مجرد ما خلاص طلع ان جيوكيريس اتباع لارسنال جابوا ساعتها تعاقد ب 22 مليون يورو لمهاجم اسمه لويس سواريز. مش اكيد مش لويس سواريز اللي بيلعب كان بيلعب في برشلونه، لا، لويس سواريز ده مهاجم فريق الميريا. الراجل ده اللي كان بيتفرج على الدوري الاسباني بعد الكورونا، الراجل ده في 19 20 في الموسم بتاع الكورونا عمل اداء جبار، رغم ان كانت ارقامه مش كبيره، بس ده خلى غرناطه تصعد دوري اوروبي، يعني خلى غرناطه تلعب في دوري اوروبي. السنه اللي فاتت الراجل ده هو هداف الدوري الاسباني الدرجه الثانيه مع الميريا اللي فنشوا مركز سادس وما صعدوش، ما صعدوش للا ليجا الدرجه الاولى. جابوا الراجل ده. طيب تعاقدوا مع مين تاني؟ نظرا ان الموسم اللي فات الباك الشمال ما كانش جاهز، اللي هو نونو سانتوس، بدأوا ان هم يتعاقدوا مع باك شمال جديد دلوقتي اللي هو اسمه ريكاردو مانجاز، جابوه ب 300 الف يورو، في حين ان نفس اللاعب ده قيمته السوقيه حاليا هي 2.5 مليون يورو. يعني هم جابوه اصلا من سبارتاك موسكو الروسي ب 300 الف يورو. الراجل ده في تاني ماتش سجل هدفين وعمل اداء ممتاز جدا في اول 3 ماتشات لعبوها في الدوري البرتغالي. بالاضافه ان كمان هو مش سنه صغير، لا هو عنده 27 سنه، فكان تعاقد ذكي جدا. على الناحيه اليمين جابوا برضو باك يمين من باناثينايكوس اليوناني اسمه فاجنانيدس، لو انا بنطق اسمه صح، جابوه ب 12 مليون يورو وعنده 23 سنه ماشي في ال 24. الحفاظ على القوام الاساسي للدفاع المكون من إناسيو وزينو دي باست، وطبعا المصاب ربنا يشفيه ويعافيه عثمان دياموندي. طيب تطلع بقى كده منطقه خط النص، الفريق ده نجم ترينكاوي يا جماعه، ترينكاوي اللي احنا كنا بنديله بالجزمه في برشلونه وبنديله بالجزمه لما كان بيلعب مع وولفز واحنا بنتفرج على البريمير ليج، نجموه بقى من اساطيرهم حرفيا دلوقتي. بالاضافه ان هو عنده بيدرو جونزالفيس، واحد من احسن لعيبه الدوري البرتغالي ان لم يكن ان هو كان اعتقد خد احسن لاعب في الدوري في سنه ما. طيب على الناحيه اليمين عندهم واحد من اشهر الجولدن بويز على مستوى العالم، كويندا، الجناح اللي عنده 18 سنه، البرتغالي صاحب اصول من غينيا بيساو، 45 مليون يورو قيمه تسويقيه. الراجل ده لو هيتباع مش هيتباع باقل من 70 80 مليون يورو. فالملخص ان سبورتنج لشبونه هو فريق لما بيحصل عنده يعني نقص في مركز معين بكل بساطه بجيب 2 لعيبه، لعيب جاهز ولعيب للمستقبل، وببدا العب بالجاهز. ما بقولش ان انا الاكاديميه اللي هتصعد لك المواهب، لا، انا ببدا احضر. يعني دلوقتي
كورنر هاردر اللي احنا كنا اتكلمنا عليه، اللي جه ساعه ما جيوكيريس طلع ان هو في اشاعات ان هو رايح ارسنال او رايح لفريق اكبر من سبورتنج لشبونه في الدوريات الخمسه الكبرى في اوروبا، بداوا يحضروه، بدا ان هو يبقى مهاجم على الدكه، او هو احيانا بيلعب اساسي وجيوكيريس بينزل بعديه هكذا. حاليا هو برده ما زال المهاجم الاحتياطي، ان هم جابوا مهاجم جاهز يقدر يلعب في الظروف دلوقتي بعد ما جيوكيريس مشي، مش هنبدا نطلع ده وبرده كورنر هاردر احتياطي وهكذا. التفكير الصح ان انا اجيب باك شمال ما كانش حد يعرفه ب 300,000 يورو وانجمه. التفكير الصح ان انا يكون عندي في المركز لاعب واثنين وثلاثه، واللاعب الثاني ولا الثالث ده بيبقى سنه صغير وقيمته السوقيه كبيره جدا زي كويندا. اخيرا وليس اخيرا، انا بحيي فعلا اداره سبورتنج لشبونه، شايف ان هي واحده من احسن 5 ادارات ل5 انديه في العالم كله، كمان مش هكون ببالغ لو انا قلت كده. ده كان بودكاست النهارده، شكرا جدا ليكم لكل واحد بيخلص البودكاست لحد الاخر. كان معاكم محمود ابو مسلم، بودكاست دسكاوت. السلام عليكم.